ثلاث أشخاص قدروا إن هم يسرقوا تمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط مسمع ومرأة من الناس كلها. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الثلاث أشخاص دول كانوا لابسين زي موظفين عادي خالص، قدروا إن هم يخشوا متحف غريفن، ده متحف مشهور قوي في العاصمة الفرنسية، وقدروا إن هم يسرقوا تمثال الشمع الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدون إثارة أي شك من الأمن أو حتى من الموظفين أو من الناس اللي موجودين الزوار. طبعا هم تنكروا في زي موظفين وغطوا التمثال بتاع الشمع الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقدروا إن هم ياخدوه ويخرجوا من مخرج الطوارئ. بعد كده لقينا ان الثلاث اشخاص دول يعني نشيطين في مؤسسة اسمها غريبنس، وخدوا التمثال بتاع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحطوه قدام السفارة الروسية كرمز احتجاجي على الامور الاقتصادية اللي بين فرنسا وبين روسيا. موقف غريب، التمثال بيتسرق من جوه المتحف وطبعا الامن نايمين على ودانهم، والثلاث اشخاص دول قدروا ان هم يخشوا المتحف وياخدوا التمثال ويحطوه كمان قدام السفارة الروسية. انتوا بقى قولوا لي، كنتوا تعرفوا الموضوع دوت ولا لا؟ وايه رأيكم فيه في كومنتات.